ما بيخلصش ده الشيبسي جامبو الجديد. مشاهدينا في كل مكان، تحياتي. آخر وأهم الأخبار على الساحة الرياضية دائما ما نستعرضها سويا عبر مودرن نيوز. كل الأخبار والأسرار والكواليس ومواعيد ونتائج المباريات دائما ما تكون متجددة عبر مودرن نيوز. بالتأكيد هنحاول ناخدكم النهارده في جولة سريعة على الأخبار المحلية والعالمية، هناخدكم من ميدان التحرير لميدان الرياضة، لكن انتظرونا مجموعة كبيرة جدا من الأخبار والأسرار والكواليس، ولكن بعد الفاصل. أخبرنا عن بطولة الأمم الأوروبية، ولا صوت يعلو فوق صوت هذه البطولة اللي هتنطلق بعد ساعات قليلة من الآن. البطولة هتكون أول مباراة بين بولندا صاحبة الأرض واليونان حاملة اللقب عام 2004، مواجهة مرتقبة يمكن في نفس المجموعة. أيضا في مباراة هتقام بين روسيا والتشيك، المجموعة الأولى، المجموعة اللي هتضم روسيا والتشيك وبولندا واليونان. عموما هذه المباراة يعني في الكثير تحدثوا عنها، قالوا أن يونان حاملة لقب 2004، بولندا مستعدة بشكل جيد، من الممكن أنها تعمل نتيجة قوية، يبقى المباراة هتكون فيها منافسة شديدة. عموما دي آخر بطولة، أو دي آخر بطولة، البطولة ال 14 اللي هتقام فيها 16 منتخب هيشارك فيها. يمكن بداية من البطولة القادمة هتكون في 2016 بإذن الله في فرنسا، دي هيكون فيها 24 منتخب مشارك. لو نرجع بالتاريخ يا كاس لتاريخ هذه البطولة، وكانت هي أهم بطولة الأمم الإفريقية. زعيمنا جمال عبد الناصر كان ليه فضل كبير في اقتراح الدول الافريقيه والتوحد. انت عارف ان فكر الزعيم جمال عبد الناصر كان دايما التوحيد او الوحده العربيه، لا مش الوحده العربيه بس، وحده افريقيه. المهم جت الفكره لدول اوروبا انهم يعملوا كاس الامم الاوروبيه. دي انطلقت يعني كان في بدايتها 17 بلد كانوا بيلعبوا مع بعض، 17 منتخب بيلعبوا رايح جاي، يوصلوا في الاخر لاربع فرق. الاربع فرق دول بيصفوا في دوله واحده. يمكن كان اول بطوله الاتحاد السوفيتي قابل فيها يوفيا، استطاع الاتحاد السوفيتي انه يكسب بيوغوسلافيا، واللي هو البدل الاضافي الوقت الشوط الثالث والشوط الرابع، وفعلا استطاع الاتحاد السوفيتي انه يحسم لقب هذه البطوله. اظن ان البطوله السنه دي بطوله قويه في ظل تعطش جماهيري لبطولات قويه زي بطوله الامم الاوروبيه. اعتقد كمان الاتحاد الدولي بيحاول يعمل كتير من المعالجات لبعض الامور السياسيه، يعني كان ناس كتير او كلام كتير كان بيدور في الاروقه عن ازمات كتيره جدا داخل البلدين. محاوله من الاتحاد الدولي ان هو يوجد بعض التهدئه في داخل البلاد المختلفه، ويمكن كمان العنصريه، وسمعنا كلام كتير عن العنصريه. كان في كلام ان بولندا فيها مشاكل، فيها تفجيرات وعمليات ارهابيه، كان مثيره للتخوف الجماهير اللي عايزه تساند وتآزر منتخباتها هناك. كذلك بالنسبه لاوكرانيا فيها فيضانات، وكانوا متوقعين ان الوقت اللي هيبقى فيه في مدينه معينه بيحصل فيها الفيضان كل توقيت ما في نفس المكان. دايما كمان الرياضه، يعني او المسؤولين عن الرياضه بيحاولوا ان هم يوجدوا حلول تعالج الامور السياسيه بالرياضه. دايما الرياضه هي رابط وثيق جدا بالنواحي السياسيه في كل البلدان، وهي اللي بتعالج وبتحل كتير من المشاكل. ونتمنى بالتاكيد انها تكون بطوله تعجب حضراتكم وتنال اعجابكم من خلال كواليس كتيره جدا. بتتابعوا الاحتفاليات وبتتابعوا الكواليس وبتتابعوا حاجات كتيره جدا. كمان حابين نقول لكم ان البطوله هي تعتبر من اقوى البطولات، ويمكن 13 فريق من الفرق اللي هي بتحصل على التصنيف الاول في تصنيفات الفيفا مشاركه في البطوله. ويمكن كمان حابب اقول لحضراتكم من خلال خبرنا اللي جاي، وهو بولندا بتأمل في افتتاحية سعيدة أمام أحفاد الإغريق. البولنديين عندهم أمال كبيرة جدا، خاصة أنهم في البطولة بيملكوا أو بيعتبروا أصحاب نصف، ولكن على مستوى المباراة يعتبروا أصحاب الأرض. عندهم أمال كبيرة جدا في اللحاق أو أداء رائع من خلال فريقهم من خلال هذا اللقاء ومن خلال الافتتاحيه. وكمان عروض كتيره جدا من الاتحادات بتقدم مبالغ ماليه كبيره جدا، خاصه صاحب الارض بيعرضوا مبالغ كبيره جدا. ويمكن كمان على المستوى الاوكراني كمان حاطين مبالغ كبيره جدا وصلت 16 مليون دولار في حاله فوز منتخب باللقب بلقب ابطال اوروبا. ويمكن المبالغ الماليه بتبقى محفزه، لكن الجماهير بتنتظر، خاصه الجماهير الملتهبه في المدرجات اللي هتشجع بالتاكيد فريقها وبتستعد النهارده من خلال لقاء بولندا واليونان اللي هيقام في الاستاد الوطني بأورسو. واعتقد ان المباراه الكثير بينتظرها، واعتقد ان احنا كمان منتظرين افتتاحيه قويه لبطوله يورو 2012.
والأسطورة التشيكية سلاح بيليك لمواجهة الدب الروسي. ملعب البلدية بمدينة فورتسلاو البولندية في 9:15 هيشهد المباراة أو المواجهة المرتقبة لا تجمع بين منتخبي روسيا والتشيك ضمن مباراة المجموعة الأولى. عموما بيتر تشيك ده حارس المرمى المتألق للتشيكي، طبعا هو كان مشارك مع بايرن ميونخ او بايرن ميونخ مع تشيلسي وحصل على بطولة دوري ابطال اوروبا. يمكن المدرب بيليك المدير الفني للمنتخب التشيك يعني بيعتمد عليه، بيقول انه قائد، انه متعود على البطولات وبالتالي هيفيدنا كتير في المواجهة المرتقبة مع المنتخب الروسي، وهيكون ليه دور كبير ان شاء الله في المباراة. وهو بيتوقع بيقول ان احنا قادرين على تخطي هذه العقبة وقادرين على الوصول الى ادوار متقدمة من هذه البطولة. ووصيف بطل العالم هولندا قد تستدعي إيمان ويلسون أو آدم ماهر لخلافة ماتيسن المصاب. تدرب المدافع الهولندي يوريس ماتسن الظهير الايسر لفريق ملاجا الاسباني اليوم منفردا على هامش تدريبات المنتخب البرتغالي استعدادا ليورو 2012، لكن فرصته تبدو ضئيله في المشاركه في البطوله لعدم اكتمال تعافيه من الاصابه اللي كان اصيب بتمزق عضلي في مباراه بلغاريا الوديه. ويعول المدرب بيرت فان مارفيك كثيرا على ماتسن باعتباره عنصر اساسي في منتخب الطواحين، لكنه قد يضطر لاستدعاء لاعب بديل قبل يوم من مباراه الدنمارك. اوقعت وصيف بطل العالم في مجموعه الموت اللي هي المجموعه الثانيه بيطلق عليها مجموعه الموت، بجانب بالتاكيد منتخبات المانيا والبرتغال. نتمنى بالتاكيد سلامه للاعبين خاصه في ظل مباراه ونشاهد بطوله قويه جدا من المنتخبات اللي ولسه مكملين اخبارنا على كاس الامم الاوروبيه ومن هولندا الى المانيا. والمدرب الالماني بيقول نحتاج لخوذات فولاذيه للحمايه من رونالدو. طبعا المدرب المساعد هانزي فليك في جهاز المنتخب الالماني بيقول ان اللاعبين بيحتاجوا الى خوذات فولاذيه للحمايه من تسديدات رونالدو في الركلات الحره. واضاف وقال كيف نخطط للتعاون مع الركلات الحره اللي هينفذها رونالدو، متخوفين تماما. قال ان الخوذات الفولاذيه هي الحل، بالاضافه الى ان اللاعبين انفسهم يعني يقوموا بانهم يطولوا قامتهم، وده طبعا سخريه اكيد. وبيقول طبعا انه مفيش حل لتسديدات رونالدو السحريه والركلات الحره اللي بيسددها، فهو شايف ان الخوذات الفولاذيه هي الحل الامثل للتسدي لركلات رونالدو. بالتاكيد لاعبين كتير بيتميزوا بالتسديدات على المرمى، ويمكن التسديدات القويه بدات الاحصائيات والارقام بدات تقول سرعه الكره في حاله التسديدات بتبقى بتوصل لحد فين، وكتير من المنتخبات بيعتمدوا على مثل هذه المواقف، ومثل هذه اللاعبين بالتاكيد بيمثلوا عنصر مهم جدا، خاصه بيبقوا حلول لكل منتخب ولكل مدير فني ان هم في حاله صعوبه الاختراق من جانبي الملعب او من منتصف الملعب بيعتمد المدير الفني اللي عنده قدره ان هو يعتمد على الكرات الثابته، وكتير من الاهداف بتحل مشاكل كتيره لكتير من المديرين الفنيين من خلال الركلات الثابته والتسديدات القويه. كمان نطلع من التسديدات للصفقات، والاهلي بيغلق ملف إيفوام ويتجه لكونان. قررت لجنه الكره بالنادي الاهلي غلق ملف التفاوض مع صمويل إيفوام مهاجم سموحه بعد مبالغه النادي السكندري في طلباته الماليه اللي وصلت يمكن ل 2 مليون يورو للتنازل عن خدمات الهداف الافريقي. كابتن سيد عبد الحفيظ ورف النادي الاهلي قال ان المغالاه الماديه من جانب المهندس فرج عامر في سموحه او رئيس مجلس اداره نادي سموحه منعتنا من استكمال المفاوضات مع إيفوام، وتبحث كمان اداره النادي الاهلي عن مهاجم افريقي متميز لضمه، وتتجه الانظار في داخل اروقه النادي الاهلي لاوسو كونان. حضراتكم عارفين اوسو كونان مهاجم متميز، مهاجم فريق مصر المقاصه اللي يمكن من مواليد 88 وعنده 27 سنه، احرز 8 اهداف كلنا استمتعنا من خلال فريق مصر المقاصه اللي بيقوده فنيا كابتن طارق يحيى لعروض جميله جدا، لكن المفاوضات بدات تاخذ مجراها القوي لضم اوسو كونان. نتمنى التوفيق بالتاكيد للنادي الاهلي. الصفقات بدات تحسسنا يعني بقدوم المباريات وبقدوم الدوري اللي كلنا بالتاكيد بنتمناه، ونحل كتير من مشاكلنا المحيطه في الساحه. مشاهدين لسه هنكمل كلامنا عن الصفقات وعن الاهلي وعن الزمالك ومنتخبنا الاول ومنتخبنا الاولمبي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مشاهدينا بعد الفاصل نكمل اخبارنا، ولسه الحديث عن الصفقات ما زال دائرا. الكابتن البدري بيتمسك بضم مهاجم افريقي وينفي التفاوض على ضم احمد حسن مكي. اكد كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي انه مصمم على التعاقد مع مهاجم افريقي قبل انطلاق منافسات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. وقال الكابتن حسام البدري ان لجنه الكره وعدته بالتعاقد مع عدد من اللاعبين اصحاب المستوى العالي قبل دور المجموعات، واضاف انه لابد من التعاقد مع مهاجم افريقي، وانه معجب شخصيا بسمويل إيفوام لاعب سموحه لكن يغالي في طلباته الماليه.
وواصل قال انه لا صحه لانباء طلبي لضم احمد حسن مكي مهاجم حرس الحدود والتفاوض رسميا لضمه. عموما في اسماء صموا الافوام من سموحه، سموا الاوسو من محله، سندومبا من الهلال السوداني، اوسو كونان اخيرا زي ما سمعنا زميلنا احمد الكاس قال من شويه مصر المقاصه، وكل دول تحت نظر الجهاز الفني للنادي الاهلي. ولكن تبقى الامنيات متعلقه بان العوامل الماديه ومدى الاتفاق عليها من اجل انتقال اي لاعب الى صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. اقول لك انا بقى بلاها ناديه وخد سوسو. كل يوم بنسمع النهارده تعاقد مع بعض اللاعبين، ثم بنلاقي بكره نفي للخبر او مفاوضات اخرى. يمكن كمان سمعنا احمد رؤوف وكابتن حسام البدري كان بيتولى قياده فريق انبي، وكان احمد رؤوف هداف منتخب مصر، ونادي انبي كان عنده او بيقترب بشده من التوقيع للنادي الاهلي. لكن كل يوم بنسمع خبر جديد عن لاعبتنا. لكن كمان حضراتكم ونرجع تاني للبطوله ولاعبتنا ورايهم في البطوله هيشجعوا مين. عبد الله السعيد نجم النادي الاهلي بيقول انا مشجع اسباني واتمنى عوده الجمهور. علق يمكن كابتن عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي عن بطوله اوروبا اللي هتنطلق اليوم انه هيشجع منتخب اسبانيا في كاس الاوروبيه مع احترامه الشديد لكافه المنتخبات. هو بيقول انه هيشجع اسبانيا. طب عايزين نعرف زميلنا علاء مرتضى هيشجع مين، واستفتي قلبك معانا وقول لنا هتختار مين بقى من الفرق او هترشح مين ليصعد لدور الثمانيه. المجموعه الاولى عندنا بولندا واليونان وروسيا والتشيك. بولندا، اليونان، روسيا، تشيك. اظن ان بولندا المباراه اللي هتقام النهارده هيكون لها دور كبير. بولندا وممكن تكون عشان صاحبه الارض ممكن يكون فرصها اكبر، بالاضافه طبعا الى روسيا. يعني طيب مجموعه الموت المجموعه الثانيه عندك الدنمارك والمانيا وهولندا والبرتغال. اظن انها دي خارج التوقعات شويه لانها عايزين في الاخر فرقتين هيصعدوا. عندنا نخرج الدنمارك من الموضوع. خلينا نتكلم في المانيا وهولندا والبرتغال. المانيا البطوله اللي فاتت كان كل بيتوقع ان المانيا تحصد البطوله، ولو تفتكر هدف بيول في المباراه اللي اخرجت المانيا على حساب اسبانيا، اخرجت المانيا بهدف قاتل لبيول اطاح باحلام الالمان وتوج المنتخب الاسباني هذه البطوله. فاظن ان منتخب المانيا ليه دور كبير مع منتخب البرتغال. طيب المجموعه الرابعه في انجلترا وفرنسا والسويد واوكرانيا. انجلترا وفرنسا. عموما دي توقعات زميلنا علاء، وبالتاكيد كلنا هنشاهد البطوله وكل واحد فينا في قلبه بيشجع فريق، والاداء الامثل والاداء الافضل والنتائج هي اللي هتحكم وهتحدد مين بطل يورو 2012. خلينا نرجع بكم مشاهدينا الى يعني احوال الانديه المصريه والنادي الاهلي. سعيود وشكري في مران الاهلي غدا. اكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الجزائري امير سعيود صانع العاب الفريق المعار الى مولوديه الجزائر هينتظم في تدريبات الاهلي بدايه من غد السبت او بعد غد الاحد على اقصى تقدير. اضاف الكابتن سيد عبد الحفيظ ان سعيود مستمر مع الاهلي حتى اشعار اخر وتحديد موقفه النهائي بالنسبه للاستمرار مع الفريق من عدمه. كما اوضح ان احمد شكري صانع العاب الفريق هينتظم في التدريبات الخاصه بالفريق غدا السبت ايضا بعد غيابه عن مران اليوم. خلينا نقول امير سعيود كان في اكاديميه الفتى العربي، انتقل للنادي الاهلي ثم النادي الاسماعيلي، بعد الاسماعيلي اتجه الى مولوديه الجزائر. دلوقتي هو من حق النادي الاهلي انه يسجل. هل كابتن حسام البدري في قناعاته الذاتيه شايف ان امير سعيود لاعب هيبقى فارق مع النادي الاهلي خلال الموسم المقبل؟ اعتقد لا، لان كابتن حسام هيرتكز على بعض اللاعبين اللي هم محتاجهم في المرحله الجايه، خاصه ان امير سعيود يعتبر النادي الاهلي بيحتاج لعيب واحد افريقي او لعيب من خارج مصر او من خارج الجنسيه المصريه. قلنا الاسماء من شويه ما كانش فيهم امير سعيود. امير سعيود تماما. كمان هم محتاجين مهاجم، واعتقد المهاجم مش هيخرج عن الدوري المصري، يعني هيكون لاعب من اللاعبين المشاركين في الدوري المصري. هل ممكن يتم الاستغناء عن فابيو جونيور برازيلي؟ يمكن انا سمعت في الفتره الاخيره ان كابتن حسام البدري هيبقى على اللاعب. هيبقى على لاعب. هو في دومينيك، في فابيو جونيور، لو جه امير سعيود هيبقى الثالث بتاعه. كده الكلام كله عن اوسو كونان وعن سامويل اوفوام وعن سامويل اوسو، كل الكلام ده خلاص هيتلغي. انا عايز افرحك كمان اقول لك ان خلاص بقى في انفراجه في معسكر النمسا، والكابتن وائل جمعه هيسافر للبرتغال الاحد القادم. ظهرت بوادر الانفراجه فيما يخص معسكر فريق الاهلي، اتكلمنا عنه بالامس في لسفره للنمسا بعد الاتصالات المكثفه من جانب اداره الاهلي بوزاره الخارجيه من اجل انهاء كافه المشكلات اللي طفت على السطح خلال الساعات الماضيه. يمكن السفاره النمساويه رفضت منح لاعبي الاهلي بالاجماع تاشيره دخول الاراضي النمساويه، وهو ما اثار حاله غضب كبير جدا داخل القلعه الحمراء، ومسؤولي النادي الاهلي
علقوا ان يمكن النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله ولا ما حصلتلوش اي مشكله، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ هيعقد اجتماع مع احد المسؤولين في السفاره النمساويه لحل الازمه في القريب العاجل. كمان دكتور ايهاب علي طبيب النادي الاهلي بيقول ان الجمعه مدافع الفريق الاحمر سيسافر للبرتغال الاحد المقبل لخوض المرحله الثانيه من العلاج الطبيعي، وهيفضل هناك او هيمكث هناك ل10 ايام. نتمنى التوفيق والعوده السريعه لوائل جمعه، واحد من النجوم المتميزين في النادي الاهلي ومنتخبنا المصري. والغاء مران الاهلي المسائي بسبب مظاهرات التحرير. قرر الجهاز الفني للاهلي بقياده الكابتن حسام البدري الغاء المران المسائي اللي كان مقرر له مساء اليوم الجمعه، طبعا ده بسبب المظاهرات الغضب اللي انطلقت بعد صلاه الجمعه من مختلف الميادين مطالبه ببعض المطالب السياسيه خاصه بالانتخابات الرئاسيه. شارك في مران اليوم طبعا مران الصبر استثناء الدوليين اللي بيخوضوا مع منتخب مصر ان شاء الله مباراه هامه امام غينيا على ملعب غينيا طبعا يوم الاحد المقبل في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل. تغيب عن المران كابتن عماد متعب بسبب التهابات الاذن الوسطى، نتمنى له الشفاء والعوده مره اخرى الى التدريبات. محمد سمير باي باي يا اهلي. بأمر كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي سمير خارج قائمه الاهلي. كابتن حسام البدري استقر على استبعاد محمد سمير مدافع فريق الكره بالقلعه الحمراء نهائيا عقب انتهاء اعارته من سموحه لعدم الحاجه لخدماته. محمد سمير كان غاب عن انطلاق فتره اعداد الفريق الاحمر صباح اليوم الجمعه بعد ما علم باستبعاده من خلال كابتن حسام البدري. وجراحة ناجحة لمرتجي العين. أجرى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عملية جراحية ناجحة في عينيه أمس تحت إشراف الدكتور كريم مسعود. كان مرتجي الذي يعد عضوا نشطا في لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد شعر بآلام شديدة في عينيه بسبب مشاكل تسببت في مشاكل في الرؤية، وطلبوا منه الأطباء إجراء جراحة طبعا، فخضع لهذه الجراحة استمرت ل3 ساعات. غادر بعدها المستشفى متجها إلى منزله. نتمنى له الشفاء ونتمنى للمهندس خالد مرتجي طبعا يعني مثل وقدوة ومشارك بشكل فعال في الاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي عضو نشط، نتمنى له السلامات. بالتأكيد. ورسميا الزمالك بيرفض فندق الإقامة في غانا. أرسل المسؤولين الزمالك اعتراض رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفندق اللي تم تحديده من قبل مسؤولي نادي تشيلسي الغاني بعد تحذير كبير جدا من سفيرنا في غينيا، لأن طبعا يمكن حضراتكم عارفين ومتابعين ان نادي الزمالك كان اعترض من قبل على أرضية الملعب وقال انها أرضية لا تصلح، وكان عمل وحدة أو استخدامه بشكوى مجمعة اعتراضا على الملعب. كمان الفندق يعني بنتمنى ان يكون في فندق 5 نجوم على الأقل، لأن الفندق اللي تم تحديده وحجزه 3 نجوم. وأمن القاهرة يوافق على حضور الجماهير في مباريات الزمالك. أكد اللواء علاء ميلد مدير التنفيذي لنادي الزمالك أن مديرية أمن القاهرة لا تمانع من حضور الجماهير في مباراة الفريق الأبيض في إطار التصفيات الإفريقية التي تقام بمصر بشرط تحقيق المتطلبات اللي عامة ألزمت الأندية وألزمت اتحاد الكرة بوضعها من أجل تأمين الملاعب، مشيرا إلى أن التقى باللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة في عزاء والدة زوجة وزير الداخلية، وأنه لم يمانع في حضور الجماهير إلا أن اشترط توافر شروط النيابة في الملاعب. أولا مفيش جديد. حد يعرف طريق سمسار؟ سيسي بيصل القاهرة اليوم وبيبحث عن شقة. كابتن حماده أنور المدير الإداري لفريق الكرة في نادي الزمالك بيقول إن المهاجم البوركيني عبد الله سيسي بعد توقيعه لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم هيوصل النهارده القاهرة مساء، وحجزوا له في أحد الفنادق بالمهندسين، مشيرا كمان إن اللاعب أو النادي سيقوم بمنح اللاعب بدل سكن حتى يتمكن من الإقامة في شقة قريبة من النادي. مشاهدينا من الأخبار إلى مواعيد ونتائج المباريات اللي هنبدأها من بطولة الأمم الأوروبية ويورو 2012. مباراة اليوم زي ما قلنا بولندا في مواجهة اليونان وروسيا في مواجهة التشيك. وفي تصفيات كأس العالم 2014 اليابان بيلتقي مع الأردن، وعمان مع استراليا، ولبنان مع أوزبكستان، وقطر مع كوريا الجنوبية. أما عن تصفيات كأس العالم 2014 أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة الأمريكية تواجه أنتيجا وبربودا. كده نكون وصلنا لنهاية أخبارنا وينتهي الكلام، يأتي وقت السلام. سلام. شيبسي جامبو كيس كبير عملاق ما بيخلصش، جديد من شيبسي.